صينية جلاش طعمها يخلي الكل يسألك عملتيها ازاي بطريقة بسيطة هنعملها مع بعض. يلا بينا نشوف هنحضرها ازاي. عندي الأول هنبدأ بالكريمة. هحط نص كوباية من النشا وعليها ربع كوباية من السكر وعليهم معلقتين سميد. ضفت عليهم بقى كوبايتين من اللبن وكمان كوباية من الكريمة. هبدأ أقلبهم بقى كويس قوي كده عشان يدوبوا مع بعض قبل ما ارفعهم على النار. واخر حاجة هضيفها عليهم معلقة زبدة وهروح بقى اوديهم على النار. مقادير بقى الشربات عندي 300 جرام من السكر و375 جرام من المية، عليهم نص ليمونة وهسيبهم على النار حوالي ربع ساعة. وهبدأ بقى أروح على الجلاش هقطعه كده نصين عشان أحط نصه من تحت في الصينية والنص التاني من فوق. عملت هنا ميكس من الزبدة والزيت، ربع كوباية زبدة على ربع كوباية زيت. وهبدأ بقى أفرد كده كل ورقتين مع بعض هحطهم. هحط عليهم بقى من الميكس بتاع الزيت والزبدة. هتني الحروف بقى كده عليها عشان ما تبقاش ناشفة ولوحدها. هبدأ بقى أحط كده قطعتين ورا قطعتين وبعدين هحط الكريمة. وافردها بقى بالراحة كده. وبعد بقى ما فردتها هروح أكمل باقي الكمية اللي عندي. هحط برضو ورقتين ورقتين وادهنهم. وبعد بقى ما اخلص كل الورق والكمية اللي عندي هبدأ اقطعها بقى كده ايه على حسب الصينية اللي انا بعمل فيها. انا الصينية عندي ما كانتش كبيرة قوي فهقطعها كده على 6 قطع. حاول اقطع بالراحة عشان الجلاش ما يتقطعش معايا اثناء التقطيع. هدخله الفرن هياخد حوالي 12 دقيقة. وده شكله بقى بعد ما خرج من الفرن هبدأ اسقيه بقى من الشربات. الشربات عندي عملته وبردته شوية. شايفين بقى جماله. جربوه ان شاء الله يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد.